زرني عقب العشاء طيف يقول انتبه يا شوق مثلك ما ينام. لو تدري وما شيء يهول كان حاربت الكرات عيني عام. قلت انا سالك بالله والرسول وش جرى يا شيت من خبث العلام. قال يا فداك الغضي زين الدلول شرب كاس كان ممزوج الدمام. قلت صابتك الدواه من يقول ما نشته عنه من خبث الكلام. قال انا مريت يوم السبت وول عند باب اهل الرعابي بالزحام. شوف عيني يوم يدني للغسول فصلوا له وزرة معها حرام. واسمع امه عند تصيخ الحجول والخزاري والاهله والزمام. كفنوها ثم شالوها جحول عصبته ما بين خال والعمام. وضعوها للصلاة بها الفحول كتفين كلهم خلف الإمام. يسألون الله ساله بالقبول رضت يهنا بها بطيب المقام. ضربوها السوق شرقي النزول يمي حسن بصري جنوب المقام. ضربوها السوق شرقي النزول يم حسن بصري جنوب المقام. واحفروا له قامة بالقاع طول قامة والعرض شبرين تمام. حضروها 5 معهم كهول حضرة الغايب مناعير كرام. تندبك بالصوت واسمع تقول تبو وضحاك شاف عنها اللسان. في تراب من عقب ذيك الزلول يحتفي بالشوق مدقوق الوشام. ودعوا فوق جناديل القلول والنصايب ركزوها لإعلام. وحين قفوا مسرعين بالدخول والغضي خلوه شرقي الأنام. في تضارب مدقل السيول يم بن سيرين واصحاب كرام. شوف عيني والضباع عنده تجول بدر النهبة التحية والسلام. والوحوش النافرة من كل جول كتفين كلهم مثل الغمام. والغواني من عقب ذيك القيول يزعجون الصوت بنواح الحمام. قمت مرعوب وبادرت اقول بس يا الملعون من باقي الكلام. وسدوها عقب ديباج الزلول لابنة في جوف مطوي الهدام. وخليلي مرتضي فيها البذول والنساء عقبها على مثل حرام. يا رضي البال يا رضي السهول ورضي البال مهضوم الاحزان. وغضي الطرف تذهب السيول لين الاعطاف قد المستام. غضي وصله ما
في قبر إلى يوم القيام. واختفى صاف البهازين الدلول عن حبيبه حط في لحد الظلام. وما حسبت ان القمر نوره يزول كيف يدفن بالثرى بدر التمام. لو رسول الموت ترضيها البذول كان يسقنا ما ورانا والحطام. كان يسقنا له عطيات جزول ما أبالي دون شوقي لا حرام. لو لكم يلي تلوموني عقول كان شفتوا مثل حالي ما ينام. كالجرايد ما أقوم ولا أقول ما بقالي غير جسمي ولا ضام. ينجلي حزني وسقمي ذا يزول من فضل رب كريم ما ينام. والختم أفضل صلاتي للرسول المشفع في الملا خير الأنام. اللهم صل وسلم. هذه القصيدة تنسب إلى شاعر ابن جلق اللي ورد الإشارة إليه في قصيدة ابن لعبون، وبعضهم ينسب هذه القصيدة إلى ابن لعبون، والصحيح أنها لابن جلق.